38 من الهجرة بحسب تقويم أم القرى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإشارة إلى ما أعلنته المحكمة العليا حول تراءي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1438 من الهجرة، فقد عقدت المحكمة جلسة مساء هذا اليوم الجمعة 30 من شهر شعبان لهذا العام 1438 من الهجرة بحسب تقويم أم القرى، للنظر فيما يردها حول تراءي هلال شهر رمضان لهذا العام 1438 من الهجرة. وبعد الاطلاع على ما وردها والنظر فيه وتأمله، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة في بعض المحافظات والمراكز، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، متفق عليه. فإن المحكمة العليا تقرر أن يوم غد السبت 1/9/1438 من الهجرة بحسب تقويم أم القرى هو الموافق 27/5/2017 من الهجرة، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1438 من الهجرة. والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو ولي العهد وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية والمقيمين بها من المسلمين وجميع الأمة الإسلامية بهذا الشهر الكريم، لتسأل الله العلي القدير أن يعين المسلمين على صيامه وقيامه، وأن يتقبل منهم الأعمال الصالحة، وأن يجمع شملهم ويوحد كلمتهم ويصلح ذات بينهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، إنه سبحانه قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.